تعال اشرب شاي. ماذا يحدث للشاي عند ترك المعلقة داخل الكوب؟ خبراء يجيبون. حد كان يتخيل يا جماعة إن لما يجي نحط معلقة في قلب كوباية الشاي ونسيبها، هل ده ليه تأثير؟ مكانش حد يتخيل الموضوع ده خالص، ولا كان حد مفكر إن حد ممكن يتكلم فيه في يوم من الأيام. لأ، طلع المعلقة بقى لما بنحطها في كوباية الشاي ليها تأثير. تعالوا بقى نشوف التأثير ده إيه. يعتاد كثير من الأشخاص ترك الملعقة داخل كوب الشاي أثناء الشرب أو بعد التقليب، وهي عادة تبدو بسيطة وعادية في المقاهي والمنازل، محدش كان حاطط في دماغه يعني. لكن البعض يربطها بأسباب عمالية وعلمية الاتنين، تتعلق بالحرارة وطبيعة السوائل الساخنة. ورغم أن هذه العادة قد تكون مجرد تصرف تلقائي، يعني كله بيعملها كده بتلقائية، محدش بيحط باله، لدى البعض فإن خبراء الفيزياء والحرارة يوضحون أن وجود الملعقة داخل الكوب يمكن أن يؤثر بالفعل على توزيع الحرارة داخل المشروب، وإن كان التأثير محدودا، وفقا لما أفاده موقع تايمز أوف إنديا. ما الذي يحدث علميا بقى؟ إيه اللي بيحدث بقى يا جماعة؟ تعالوا نفصص بقى. عندما توضع ملعقة معدنية داخل كوب الشاي الساخن، فإن المعدن يبدأ في امتصاص جزء من الحرارة داخل السائل بسبب خاصية تعرف باسم التوصيل الحراري، وهي قدرة المعادن على نقل الحرارة بسرعة فائقة. يعني لما تيجي تحط المعلقة في قلب الكوب، بتتنقل الحرارة بسرعة للمعلقة من الكوب عن طريق السائل الموجود في الكوب يعني. طب لماذا يحذر البعض من ترك الملعقة بقى؟ ليه بقى يا جماعة؟ في المقابل يحذر خبراء من ترك الملعقة داخل كوب زجاجي رقيق عند صب المشروبات شديدة السخونة، لأن التغيير المفاجئ في توزيع الحرارة قد يؤثر أحيانا على الزجاج، خاصة إذا كان رديء الجودة. كما أن وجود الملعقة أثناء حمل الكوب قد يزيد احتمالات انسكاب المشروب أو اصطدام الملعقة بالوجه أثناء الشرب. عادات مرتبطة بالشاي. يربط البعض ترك الملعقة داخل الكوب بعادات اجتماعية أو شخصية، مثل التقليب المستمر أو قياس درجة الحرارة قبل الشرب. لكن التفسير العلمي الأساسي يظل مرتبطا بخصائص المعدن وانتقال الحرارة إليه. هل لنوع ملعقة دور في الموضوع؟ نعم، فالملاعق المعدنية توصل الحرارة بشكل أسرع من البلاستيك أو الخشب، لذلك يكون تأثيرها أوضح في امتصاص الحرارة من المشروبات الساخنة. يعني الملعقة المعدنية هي أكتر حاجة في التأثير لانتقال الحرارة إليها، فهي دي اللي بتؤدي إلى إن ممكن كوباية الشاي درجة الحرارة تقل شوية بنسبة معقولة، يعني مش بتبقى بنسبة سريعة يعني، بس بتفرق عن الملاعق بقى اللي هي البلاستيك والملاعق الخشب، كمان بتبقى أقل امتصاصا للحرارة. نرجو إنك تكون استفدت من الفيديو، ونتمنى أن تعمل لايك وشير واشتراك في القناة كي يصلك مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.